السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بالجميع. كيفكم بنات؟ هذه مو صفايح ولا لحم بعجين، هذه طريقة اسمها تورتيا برجر. كيف؟ فيها طعم البرجر وفيها طعم طريقة التورتيا. اني استخدمت اللي هو هذا الخبز، طيب، وحطيت عليها صوص لذيذ. بنزل لكم الطريقة خطوة خطوة انستغرام وبقناتي باليوتيوب، يا ليت تشتركون فيهم كلهم. طبعا راح نقدمه مع الشاي. بسم الله. أحلى شيء اللي هو تجربون هذه الوصفة المختلفة الصحية. ليش صحية؟ لأنه الجبنة لو فات والمايونيز لو فات يعني فطاير سهلة. خبز اللي هو خبز التورتيلا بسويها بصوص لذيذ طريقة حلوة. شوفوا، حطيت ملح، بابريكا، وفلفل أسود. ترى اللحم المفروم يحب الفلفل الأسود. كركم كالعادة لازم أنا أحط كركم. طيب وش في غير الكركم؟ شوي شطة، يعني فلفل حار، شوي كمون. بس بوريكم كيف الطريقة رهيبة رهيبة رهيبة. شوفوا بنات، هذا الخبز تلاقونه بالتميمي، هذه 3 ريال. ما شاء الله كمية كبيرة، أو ريالين والله، زي التورتيلا بالضبط وأرخص. طيب وهذه اللحمة، وهنا راح أرص شو اسمه الخبز. يلا حمودي حط شوي زيت زيتون. محمد بيساعدني، حط زيت زيتون، لا تكثر بابا. شكرا. الآن راح أمسح اللي هو زيت الزيتون، بحطه بعدين راح أطبخها على النار. لكن وش الفكرة؟ الفكرة إني راح أحط اللي هو الخبز كذا زي الصفايح، بعدين راح أحط كذا راح أرص اللحمة طبقة رقيقة لكن على كل الخبزة. تمام، بعدين بوريكم. شوفوا بنات، السر في الصوص. أول شيء هنا شوفوا راح أحطها يا بالفرن يا على النار، كله يمشي. طيب السر بالصوص، أول شيء أحط مايونيز، وكذلك افتحها يا حمودي، أحط كاتشب. تمام، بدون مقياس، يعني الطعم اللي تجربونه هو المقياس. وراح أحط ماسترد، وراح أحط اللي هو هذا اللي هو مخلل الهالابينو، مخلل الفلفل الحار. وفي إضافة من عندي كذلك راح أحطها اللي هي صوص اللي هو بس لحظة، بسم الله، اللي هو صوص الجبنة اللي هو هذا يا بنات، صوص الجبنة. تمام، وبعدين أخلط. أهم شيء إنه يكون عندي خليط سائل. عادي ممكن أزيد زيادة مكونات عشان يعطيني اللي هو الخلطة السائلة. عاد وانتم تجربون بالطعم، يعني مقياسكم الطعم اللي يعجبكم وتوقفون عند هذه المكونات الرئيسية اللي هي الماسترد، الكاتشب، والمايونيز، واللي هو صوص الفلفل الحار. ممكن تحطونه مخلل، تقطعونه صغار بدل صوص الفلفل الحار. وكذلك ممكن انكم او بصل تقطعونه كذا. خلاص خلوكم قريبين عشان نطبق الطبخة مع بعض، او وش يسميها، اكل جوع اخر الليل. هذه تنفع جوع اخر الليل. بنات الصوص مو طبيعي، ابتكار، مرة لذيذ. وهذه شوفوا كيف، طبعا ما تاخذ ولا 10 دقايق ولا 5 دقايق على النار تستوي. شوفوا بنات، حطيتها على النار بالصاج كذا. تمام. طيب علشان تستوي احطيها اول شيء الصاجة مرة حارة،
بعدين بغطيها بغطا عشان ما احتاج اني ادخلها جوا الفرن. شفتوا كذا كيف غطيتها تمام عساس تسوي. شوفوا بنات شلت الغطاء بعد ما استوت تماما من تحت ومن فوق بنسبة 90%، بس بعطيها لون. اقلبها شفتوا كيف واغطيها تمام. الآن شوفوا بنات بعد ما طلعتها من الفرن راح احط عليها الجبنة بهالطريقة، وراح احط عليها البصل الاخضر، يمديكم تحطون بقدونس، وراح احط هذا الصوص الرهيب. شفتوا كيف؟ ها صارت كأنها تورتيلا برجر، تعطيك بين الطعم بين الاثنين. طبعا هنا والله كثرت شوي، مفروض انه اقل. يلا خلينا نجرب الثانية نخليها اقل. احط كذا جبنة، بعدين احط البصل اوزعه بهالطريقة، بعدين راح احط اللي هو كذا. المفروض الصراحة يعني بالمعقول كذا. طبعا الواحد لا جاي ياكلها ممكن يسقطها زي التورتيلا. وش رايكم؟ شيء ابداع الصراحة، مرة حلوة ولذيذة وحلوة بالصيف، سهالات.